فاطمة الزهراء الحسن. القائد عبد الله جلال هو قائد عظيم، قائد يعني ايش قد ما نحكي وايش قد ما نسوي له ما نقدر انه نرد له الشيء اللي هو سواه بخصوص شعبه. هو ضحى بحاله وترك عيلته وترك كل شيء كرمال شعبه، مشان شعبه يكون متحرر. حط حاله بين قضبان وبين سجن مشان شعبه. سوى كثير امور مشان شعبه ما يتدمر او ما يضطهد. ساعد كثير وسوى امور كثير كرمال المراه. وقف مع المراه بكثير امور. ما بخصوص انا يعني يجوز انا عربيه، يعني ما بفرق بين عربي وبين كردي بسبب هالمشاكل اللي سووها. بس أنا كعربية وكالكتب اللي قرأت له إياهن واطلعت عليهن أنه هو إنسان مناصر للمرأة، وهذا إنسان ما يستاهل إلا كل خير، لأني إنسان عظيم، شخص عظيم لازم يتأمل له جو، يتأمل له زيارات، له حق. نحن كان نقول لجنة حماية حقوق الإنسان، لازم هاي لجنة حماية حقوق الإنسان لازم تروح ويسمحوا لها الجيش التركي أو الشعب التركي، لازم يسمحوا له إنه يفوتون لعند عبد الله أو جلال ويشوفون مطالبه وحقوقه، لازم يفرجون عنه لأنه هو إنسان طالب كشعبه، طالب كالمرأة بشكل عام، طالب عن المرأة مو بس المرأة الكردية، المرأة العربية، المرأة السريانية، المرأة المسيحية، من كل الجوانب. يعني هاي لازم حصرا لجنة حماية حقوق الإنسان تروح على السيد عبد الله أو جلال، على الدولة التركية، الطالب بإخراجه، الطالب بالمطالب اللي هو بده إياها، تحميه، تأمن له الشيء اللي هو بده إياه، لأني إنسان ما يستاهل. وأني كعربية مو ككردية، الشيء اللي صار على دولة عفرين كأني صار علينا نحن كعرب، كمسيحيين، كسريانيين، كبجميع الطوائف. نحن ما نستثني حدا من أي طائفة، إن كانت علوية، كردية، شيعية، سنية، سريانية، مسيحية، يعني بكل الطوائف. يعني حرام الشيء اللي قام يصير بعفرين، والأطفال اللي قام تضطهد، النساء اللي قام تغتصب، الشيء اللي قام يصير معاها، هذا الشيء لازم الإنسان ما يسمح به نهائيا. لجنة حماية حقوق الإنسان تروح لعند السيد طالب تركيا، طالب السلطات التركية، طالب الحكومة التركية، بتروح تزور مكان سجن عبد الله او جلال وتطالب الشيء اللي هو بده اياه وين هو بده، وتطالب الامر اللي شيء هو يريده، شنو متطلباته، مو بس لإله، لشعبه، شنو الشيء اللي هو بده اياه، يفكون الحصار عنه، يأمنوا له سبل الراحة، يطالعونه من السجن اللي هو بيه، لأني إنسان ما يستاهل. اسمي مريم أرسلان. من ناحية عن عيسى، نحن كنساء ناحية عن عيسى ندين ونستنكر العزلة التي فرضها الدولة التركية الفاشية، التي تظهر عدوانها للأكراد، وليس الأكراد فقط بل شعوب شمال سوريا كافة. وفي الوقت الحالي في عفرين الجيش الاحتلال التركي ترتكب أفظع المجازر والممارسات، وتنهب المنازل وتعمل ممارسات لا أخلاقية للنساء. طريق فلسفة آبو بطريقة التي يدخلها النساء الآن إلى المجالات واللجان بدون أي حاجز، وبإرادتها القوية طبعا عن طريق